عائلة، السلام عليكم. اش اخباركم؟ ناشطين ماشطين، نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. عارفيني في شهر العسل ياك، ولكن رغم ذلك ما ناسيكمش. وحيت هاد الايامات كناكل وجبات نقيه، قلت ضروري خصني نبارطاجيهم معكم. وبيان سور فينا نبارطاجيهم في سلسله وجبات يوم كامل من الصيام متقطع. اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد جوج الوجبات نقيين من داك الشيء الرفيع. الوجبه الاولى البيض بالخليع. بزاف تيقول لي الخليع لا راه واقيلا غيغلطنا. لا، خلي على عمار دار تكلمنا عليه في اللايف اللي فات. اليوم غتشوفوا ان شاء الله كيفاش غادي نوجدوه. والوجبه الثانيه هو هذا الخيار اللي قدامي، شي حاجه جديده، شي حاجه متنوعه، شي حاجه اللي غتعجبكم بزاف، لذيذه وغنيه بالبروتين. معكم طاكوشي. كيفاش طاكوشي؟ هادشي هادشي اللي غتعرفوه ان شاء الله ملي غتفرجوا في الفيديو. ولكن غندوق معكم هادشي بشكل مباشر ونشوفوا كي دايره حالته. صافي، بسم الله. اوب. مم. واعر، واعر بزاف. شوفوا، هاد الوجبه خاصكم تجربوها. انا اول مره غنجربها، جات خطيره بزاف. حتى نتوما خاصكم تجربوها. ما نطولش عليكم، سيروا شوفوا الفيديو. ونبداو العائله بالوجبه ديالنا الاولى اللي غتكون عباره عن اومليت بالخليع. غادي ناخذ 4 ديال البيضات، ناخذ الخليع ديالنا، شويه ديال الكمون، شويه ديال الابزار، ناخذ المقيله ديالنا ان شاء الله، نحطوا فيها الكميه ديال الخليع اللي بغينا، يعني الكميه اللي غتناسبك اللي غتشبعك تقدر تاخذها. ما كاينش كميه هنا محدده. وهنا غادي ندوي على الخليع مرة ثانية. الخليع عبارة عن دهون صحية، وعبارة عن كذلك عن بروتين، لأن المكونات ديالو شنو هي؟ اللحم، الثومة، زيت العود، الملحة. إذا ما فيه حتى شي حاجة قبيحة اللي غيخليه يكون ممنوع في النظام ديالنا، وبالتالي فهو مسموح في نظام الصيام متقطع. تقدروا تاكلوا الخليع وتنقصوا الوزن، ما كاين حتى إشكال هنايا. غير المهم مع الوجبه ديالنا شنو غادي ناكلو وشنو غادي نديرو. الخليع الا شديناه وكليناه مع الخبازات والروينه راه غادي نخسروه، ولكن الا شديناه وكليناه بواحد الكميه محدده ديال الخبز وكميه اللي نقيه ونوعيه نقيه بحال ديال خبز الشعير ولا ديال القمح، اكيد غادي يعاوننا باش نقصوا الوزن. الوغ العائله كما كتشوفوا معايا، الوغ داك الخليع ديالنا خليناه ترتاح مع راسو. ما درت معاه لا زيت العود لا والو، خليت فقط يعني داك الشحم اللي فيه هو اللي طلق مزيان في المقله ديالنا. وحاولنا يعني نقطعوه طريفات صغار صافي. ومن بعد ان شاء الله خليوه يطيب شويه. ومن بعد الاضافه اللي غتكون هي البيض. والبيض شنو هو؟ البيض كذلك هو عباره عن بروتين وعباره عن دهون صحيه. وبالتالي انا الان شنو عندي في الوجبه ديالي؟ عندي دهون صحيه 100%، وعندي كذلك بروتين 100%. الو علاش هذا الاومليت بالخليع غيكون ممنوع في نظام الصيام متقطع؟ لا، كاينش ممنوع، هو مسموح مليون مليون في المية. تقدروا تاكلوا البيض بالخليع وتنقصوا الوزن وانتم مرتاحين. ايوا نتوما كما كتشوفوا معايا زدت البيضات ديالي صافي، زدت عليهم نخليهم يرتاحوا مع راساتهم. قضيه سهله ماهله، ما كاين فيها حتى شي اشكال. غير نوصيكم عليه هو انكم تاخذوا كاليتي او نوعيه ديال الخليع تكون مزيانه، يعني ما تكونش حاجه قبيحه ولا فيها شي حاجه يعني في المكونات ديالها ماشي هذيك. الو كنضيفوا شويه ديال الكمون ديالنا وشويه ديال الابزار ديالنا، واحد الاومليت ديالنا واجد. وهالوجبه ديالنا كذلك وجدات العائله. خدمه نقيه العائله ياك. صافي الاومليت ديالنا بالخليع واجد، حاجه نقيه. خديت واحد بيرلي درت معاه شويه ديال الشوكولا نواغ، شويه ديال البيستاش درتو في داك الكويس، وواحد الحفنه ديال المكسرات. وها الوجبه ديالي واجده من داك الشيء الرفيع. ندوزو دابا الوجبه الثانيه ان شاء الله اللي عباره عن شنو؟ تاكوشي. تاكوشي من جبناها من تاكوس والسوشي. المختصر ديالها هو تاكوشي. علاش؟ هانتوما تعرفوا دابا. اذا غادي ناخذ واحد الكفته اللي ديجا درنا العطريه ديالها مع بصيلات هي، وغادي ناخذ واحد 3 القطع ديال خبز الطورطيه ديال القمح الكامل. ماشي ديال الفورس، ديال القمح الكامل. هذه هي الماركه اللي كنت خديت انايا كما تشوفوا معايا، ديال بلي كومبلي او القمح الكامل. هنا راه كل حبه ديال الطورطيه كدير فيها اولا فيها 25 غرام، يعني انا درت تما 3 في واحد الوجبه اللي غياكلوها جوج الناس بمعدل ديالاش ديال 75 غرام. وحنا كما تعرفوا، حنا جوج الناس اللي في هذه الفتره ما باغيش نقص الوزن،
ولكن انا كنبارطاجي معكم واحد الكميه اللي نتوما تقدروا ديروا اكثر. نتوما ممكن ديروا حتى ل4 ديال الخبز ديال الطورتيه. مثلا الا كنتو نتوما جوج الناس يعني كل واحد ياخذ جوج، وبالتالي الا كنتي انت بوحدك تقدر تاخذ جوج حبات اللي فيهم 50 غرام نيشان. ما شفتوا معايا الخضيره ديالي دخلتها الفران ترتاح مع راساتها. من بعد كناخذ واحد القطعه ديال الطورتيه وكنشد فيها ديك الكفته كنقادها معها. هذه هي الطريقه. كناخذ من بعد الفرماج، كاليتي الفرماج اللي تعجبكم. انا هنا استعملت الفرماج ديال التشيدار. كنحطوه بهذه الطريقه هذه. كما تشوفوا الامور بسيطه. قطعه ديال الطورتيه حطينا فوقها الكفته معسناها عليها، من بعد شويه ديال الفرماج وكنلويوه بهذه الطريقه هذه. هادشي علاش تسمى تاكوشي، لاننا كنستعملوا الخبز ديال التاكوس وكنلويوه بحال السوشي. وهانتوما غتشوفوا ملي غنقطعوه كيف غادي يجي. هانتوما شوفوا معايا الطريقه ديال التقطيع ديالو، هكا غادي يجيكم بحال السوشي، وهادشي علاش سميناه تاكوشي. كيف ديما نتوما عارفيني كنحاول نبارطاجي معكم وجبات زوينه، وجبات نقيه، وجبات لانكم تاكلوا فيها حاجه يعني بطريقه اللي تستمتعوا فيها، ووجبات كذلك اللي تبارطاجيوهم مع الوليدات ديالكم. دائما تنأكد على هذه المساله هاد الوجبات اللي كندير انا اليوم. انا متاكد اي وليد ولا اي بنيته عطيتيه هاد الوجبه بهاد الطريقه زوينه، فيها الكفته، فيها خبز ديال الطورتيه نقي مع شويه ديال الخضر، اكيد غادي تعجبو. شوفوا معايا داك الميلونج هنايا ما بين الكفته والخبز ديال الطورتيه والفرماج كيفاش كيطلع، حاجه نقيه. اذا من بعد انا هادشي عطيتو لواحد الوليد صغير، واش غيقول لي لا ما بغيتوش؟ لا، غادي ياكلو. كيفاش كنبارطاجي معكم وجبات اللي نتوما تاكلوهم اليوم وتنقصوا الوزن، ومن بعد تبارطاجيوهم مع الوليدات ديالكم. الوغ داك 3 القطع ديال الخبز الطورتيه مع تقريبا نص كيلو ديال الكفته، خرجوا لي هاد الكميه اللي قدامكم. ايوا من بعد كناخذ واحد الشوايه. انا هنا خديت الشوايه الكهربائيه كنحط فيها يعني القطع ديالي باش انني نشويهم. تقدروا تستعملوا حتى الشوايه العاديه ديال المجمر، ما كاين فيها حتى شي اشكال. يعني اللي متوفر عندكم تقدروا تخدموا به وانتم مرتاحين. كنستف القطع ديالي كنخليهم يتشواو مع راسهم، امورنا ناضيه من داك الشيء رفيع. وانتم العائله، انا من قلب يعني شهر العسل انا كنبارطاجي معكم وجبات نقيه وكنصور وخدام معكم. وانتم ما تنساونيش خليو لي لايكات، بغيت نشوف اللايكات ديالكم، بغيت نشوف القلوبه ديالكم في لي كومونتير، وكذلك بغيت نشوف الدعم ديالكم. الزوجه ديالي بحكم انها هي اللي وجدت لكم هاد الوجبات ديال اليوم. كما كتعرفوا من نهار بديت هاد القناه وانا كنحضر معكم الوجبات. هاد الفيديو ديال اليوم من يعني التحضير ديال الزوجه، هي اللي قادت الوجبات، هي اللي شجعتني باش نصورهم ونبارطاجيهم معكم وما نغبرش عليكم في هذه الفتره هذه. الوغ بغيت نشوف الدعم ديالكم ليها في التعاليق، لانها اكيد غتقرا التعاليق ديالكم كاملين ان شاء الله. ايوا هكا وجدت لينا يعني طاكوشي ديالنا في الشوايه، كترتاح مع راساتها. من بعد كنقلبوها امورنا من داك الشيء رفيع الحمد لله. داك الشيء كيطلع ناضي. ايوا دابا ندوزو الخضيره ديالنا اللي كنا دخلنا الفران. من بعد ما طابت ووجدات خرجناها، درناها في واحد المقيله، درنا لها شويه ديال الملح، عفوا شويه ديال التحميره، من بعد شويه ديال الملحه اللي كتكون منسمه، هذه هي لا مارك ديالها. كذلك غنضيفوا ليها شويه ديال الثومه بودر. هاد الطريقه ديال الخضره راه ديجا بارطاجيتها معكم في احدى الفيديوهات اللي كنا صايبنا فيها فلفله. شدينا فلفله ملونه ودخلناها الفران. اليوم شدينا الكورجيت، شدينا خيزو، شدينا الدنجال، شدينا البصله، دخلناهم الفران. كنضيفوا شويه ديال الابزار وكنضيفوا كذلك شويه ديال الاعشاب المنسمه، ومن بعد غنضيفوا ان شاء الله شويه ديال زيت العود. الخضيره ديالنا واجده من داك الشيء رفيع. خدمه نقيه العائله ياك؟ ولا عندي خدمه نقيه؟ قولوا لي في التعليق واش دايره المدام عندي خدمه نقيه ولا لا. من بعد العائله غادي نضيفوا هاد النوع ديال البهارات الخاص بالخضر اللي كنديروا في الباربيكيو، يعني كيعطي واحد كما نقول واحد المذاق رائع للخضر. هذه مساله اللي بغى يضيفها يعني اللي عنده يضيفها واللي ما عندوش ماشي مشكل، ولكن الا عندك من الاحسن لانك تعطي واحد المذاق رائع للخضر ديالنا. شوفوا لي ديك الخضره كيفاش تعسلات وكيفاش تقادات. عاد غنضيفوا لها الاضافه اللي كتعرفوني عزيزه عليها، شناهي؟
اكيد الفرماج. شويه الفرماج شاطليه فين يرجع للثلاجه؟ لا، خاصني نديرو مع الخضيره ديالي باش ديك الخضره تزيد تعسل وتزيد تعلك، باش ملي تجي نحطها في فمي تذوب مع راسها. خدمه نقيه. لا لا، امورنا من داك الشيء رفيع. كاين اللي غايقول لي وقيلا هو الخضره بزاف، عاوتاني غنرجعوا على هذه المساله ديال الخضره بزاف. لا كثرتو لا هادي. الله يخليكم، الله يخليكم، اللي باغي يدير الصيام متقطع يطبقوا على حقه وطريقه ولا يبعد منه. طبق الصيام متقطع على حقه وطريقه. شنو مطلوب منك؟ تاكل مزيان وكل مزيان. حنا الحمد لله في الصيام متقطع كناكلو مزيان وكنقصو مزيان، وهي النتيجه الحمد لله من داك الشيء الرفيع. هانتوما العائله وجبه نقيه، امورنا من داك الشيء الرفيع. اختيارات ديالنا طاكوشي ديالنا واجد، زدنا شويه السوريمي وشويه ديال يعني المايز للتزيين فقط، وبالنسبه للفواكه درنا شويه الاناناس. ايوا العائله، هادو هما الوجبات ديال اليوم، نتمنى يا ربي يكونوا يعجبوكم. حاولوا تطبقوهم، شي حاجه نقيه اللي غتستافدوا منها ان شاء الله. تهلاو ليا في راسكم، تهلاو ليا في صحتكم، نشوفكم على خير في امان الله.